اليوم عندي مناسبة ببغداد، مناسبة زواج. طبخت لهم ذبيحتين، سويت لهم مفطح. أول شي نقعنا اللحم، غسلته غسل زين وضفته بالمي. طبعا المفطح أنا أسويه سلق، ما أسويه حمس. هنا ضفت القطع عند اللحم، شلون اللحم مرتب وضفته بالمي. هنا قطع ثانية هم ضفت، بس الذبايح كانن شوية دسمات. طبعا خلوا لي قطع شحم وهواي، وقالوا لي سويه للبامية. هنا بديت اسحب الزفرة مالت اللحم، كل شي ما ضفت. طبعا البامية راح اسويها اليوم بالنوم بصرة. تعليقاتكم السلبية راح اسوي هم نوم بصرة، بس اليوم بطريقة ثانية. اوكي حبايب، هاي طريقتي انا معتمد عليها مال مناسبات. فلا حد يظل يحكي بكيفه ويبوع على الكيبورد وهو مرقه ما يعرف يسوي. فهنا عندي الباميه، حبيت بس حبيت اقشمها قدامكم. طبعا هذا المقص غذائي. هسه بديت اقلمها من الامام ومن الخلف مالتها. هنا عندي بصل نومي، ليمون يعني، والطماطه. طبعا الليمون ضفت 3 كيلوات، لا حد يقول لي يصير مره. طبعا اني جاي اطبخها قدامكم. هنا ذبيحتين ضفت 3 كيلوات، 3 كيلوات او اكثر، العفو 4 كيلوات ليمون فريش مع بصل وكم حبه طماطه. هنا عندي بهارات الشيف صالح. طبعا انفتح حجوزات مال القيمه النجفيه لايام محرم، عندي موجوده. عندي باكج كامل بهارات 12 نوع بي، سعره 30,000 توصيله مجاني. هنا ضفت من هاي البهارات، بهارات التشريب كلش راقيه، ضفتها للحم. هنا هسه بديت اقطع اللحم، الشحم العفو، الشحم مال الباميه. قالوا احنا نريدها دسمه بالشحم، يعني هم طلبوا من عندي، رادوها بس فقط بالشحم اللي هي. هنا مثل ما تشوفون كسرت النمو بصره وراح احمسها ويا اللحمه. انتم مو تقولون ما تصير، لا تصير. انا شيء مقتنع به اسويه. هنا ضفت التركيبه ماي وملح وضفت التمن، حبيت ابزل التمن، هاي قدامكم حبايه مرتبه. هنا ضفت اللحم الشحم وضفت النمو بصره. فائده النمو بصره الطحموضه راقيه. طبعا النمو بصره ما بيها طعم، اللي يقول بيها طعم تختلف، لا ما بيها طعم النمو بصره، فقط الحموضه. هنا ادي انحمس الشحم وكم قطعه لحم مثل ما تشوفون، والنمو بصره وياها. هسه انحمست عندي حمسه زينه. هنا ضفت التمن طبقات، ومن هاي البهارات الشيف صالح البهارات قدامكم، هذا الرقم لا تردون تحزون عليه. اسوي طبقه تمن وطبقه بهارات لحد ما يكمل عندي التمن. طبعا يخابروني يتصلون بي قالوا اريد الطبق نفس هذا اللي تنشره، يريد يشوف طعمه. هنا عندي بهارات تهديره هم ضفت فوقها مباشره. وهنا صبغ اللوزينه على مود ينطي جماليه للتمن. طبعا صبغ اللوزينه ما بي فائده للطعام، فقط بس للون. هنا ضفت عندي الباميه المقشمه ومغسوله وكامله، حمستها ويا الشحم واللحم. هنا ضفت قوطيتين معجون وحبيت احمسهن حمسه زينه. هسه عندي تقريبا 6 كيلوات او 7 كيلوات طماطه، خلطتهم بالخلاط وضفتهم مباشره على الباميه. هنا عندي سوب مال لحم. تقولون ما يصير، لا يصير، هاي مال مناسبات. الباميه هاي طبعا اطيب من اللي تسووها بالبيت. وضفت حبه نوم بصله عوازه على مودكم، ضفتها على الباميه. هاي صار لي سنين اطبخ بيها. شلون طيبه؟ هي ناس تقول لي سوي لي نفس هاي الطريقه اللي جاي تطبخها. وهاي عندي ضفت الزيت، حمسته وضفت عليه الشعريه. حمست الشعريه وضفت عليه مباشره اللوز ياخذ لون، وضفت عليه السوب. اليوم راح اطبخها بالسوب، راح اسويها بزل. تبدون تضيفون مي حار او بارد يصير، لا حد يقول لي تعجن او ما تعجن، لا ضيف مي بارد او حار عادي. هنا ضفت مي زايد ازيد من الشعريه، راح اسويها اليوم بزل. ضفت الكشمش والبزاليه والجزر اللي مشكله، هاي المجمده. هنا ضفتها خلطتها خلطه زينه، وراح اضيف شويه ملح، رشه خفيفه. وهسه راح ابدي ابزلها بزل. هنا بزلنا الشعريه. هسه نكملها بزل، ورشيت عليها من هاي البهارات البرياني. طبعا هي وحاره ارش عليها.
على مود تشرب بها البهارات. ذبيت تقريبا طن من البهارات. اللي يقول ما يصير بهارات هواي، فضفتها بالقدر وراح ابدي الابسها واخليها على نار هادئه 10 دقائق. هنا اجينا للتمن. تعالوا شوفوا التمن، الشكل مالته والنكهه والحبايه شلون مرتبه، والله بحيث يعني مسافه 30 متر تشتم الريحه، والله العظيم. شوف جمال التمن وطعمه يجنن. هنا طلعت الحكاكه شلون حكاكه مرتبه. اذا تريد تعرف التمن شلون مرتب يعني حكاكه بي. هنا طلعت الحكاكه حبيت اذوقها شلون حاره، اويلي كلش طيبه. هنا بديت اصب الصينيه، حبيت اراويكم شكلها، صينيه ملكيه شي راقي. طبعا هذا الطبخ عندي لا شيء، يعني عندي كأنه واحد شلون يكرز حب شمس. هنا ضفت الشعريه، هذا كله ما طول عندي ساعه ونص الطبخ كله. طبعا راح اراويكم الباميه شلون راقيه. هنا ضفت الشعريه وضفت اللحم، قطع اللحم ما شاء الله تبارك الرحمن. هيك يصبون طبعا على الصينيه. راح ارش رشه بسيطه، لمسات بسيطه، بس يطلع لكم شكل راقي ومميز. هاي مثل ما تشوفون، هاي عندي صينيه المفطح شلون صارت مرتبه وشكلها روعه، ولا حد يقول لي مو طيبه. هنا مرقه الباميه شلون صارت شي رهيب. وان شاء الله طبخه عن طبخه راح اضيف ازيد نوم وبصره. بما انه تقولون ما يصير، لا انا اضيف نوم وبصره وطعمها يجنن. وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، ونقول لكم شنو، مع السلامه.